ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حمدا وشكر الله المنان الذي من علينا النعاما، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. قبل أن أخطب أولا أشكر إلى لجنة التحكيم الذي قد أعطاني الفرصة الغالية لكي أخطب بين أيديكم تحت الموضوع الاجتناب عن التكبر. طيب أيها الإخوان في الله، لجنة التحكيم المكرمة، إذا تأملنا إلى أحد التواريخ في الأزمنة الماضية عند أول خلق البشر، كان الله يأمر الملائكة والجن بأن يسجدوا لآدم بما لديه من مزايا في معرفة الأسماء المخلوقة التي أنبأهم بها، فسجد جميع الملائكة إلا إبليس فخورا وتكبرا لذاته لأنه خلق من النار وآدم خلق من الطين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. صدق الله العظيم. ويا أيها الشباب تحت ظلال الإسلام، عرفنا ووعينا أن أول المتكبرين في هذا العالم هو الإبليس الذي طرده الله من الجنة جزاء تكبر، وولد منه النقام في نفس الإبليس وعلى على نفسه بأن يذل آدم وذريته حتى يشاركهم معه بدخول النار. وسبيل ذلك هو أن يزين في عيون الناس جمال المعاصي ولذاتها حتى ارتكاب الخطيئة والذنوب ويجنبهم عن الأعمال الصالحة، وتصير هذه الوسوسة إلى أن يأتي يوم القيامة. ومن وسوسته هي أن يلهي الناس بالحياة الدنيوية، كما نرى اليوم أن كثيرا من الناس يحسبون أن أموالهم تخلدهم حتى يجعلون أقصى حاجات في الحياة، واعتقدوا بأن أعمالهم درجة، ومن كان له أموال منصبة عليه بين كفات الأنام بأن يضل آدم وذريته أيضا حتى يشاركهم معه بدخول النار. أيها الإخوان في الله، لجنة التحكيم المكرمة واعتقدوا بأن أعمالهم درجة بين كفات الأنام حتى يدعي أحد منهم بأنه إله يستحق بالعبادة، ثم أجبر الناس على أن يعبدوا كما ادعي واعترف الفرعون بأنه خالق وإله لضخامة الرياسة ومملكته، ويجبر الناس على أن يعبدوا إلا إياه، ووضع نظاما وقانونا بأن من يتهون ويتجاوز أمره يعاقبه عقابا شديدا، وهذا ظلم عظيم أيها الإخوان في الله. لجنة التحكيم المكرمة، فالنتيجة من كلامي أذكركم وإياي بما سيأتي من بعد حياة الفانية، ونسعى من كل جهدنا كي نكون من السالمين والناجين من كل عذاب، ولا تلهينا الملزمة الدنيوية عن ذكر الآخرة. واعلموا أن الشيطان لنا عدو مبين. كافني بهذا الكلام العفو من كل الخطيئة، وأشكر جزيل الشكر على مبالاتكم، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.